ما تزودناش بقى، انا كنت لسه خارج من بيت رعب ومسيل النهارده يا جماعه ريفيو بقى مختلف تماما 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 تماما. الفود ريفيورز اخواتنا ما عملوش ريفيو زي ده. اكله ما بيتفقش عليها اتنين، يا ناس بتموت فيها وبتحبها، يا ناس اللي هو ما بتطقش شكلها ولا ريحتها ولا منظرها. والنهارده في الناس دي انا بموت فيها وبعشقها، واللي ورايا مصطفى ما بيطقش شكلها. اكتبوا بقى، وقف ثانيه كده واكتب في الكومنت تتوقع ايه هي الاكله دي. خدت بالي بقى كمان يا جماعه الفتره الاخيره ان معظم البلوجرز لما يجي لهم جفتات، يجي له جفت شوكولاته، براونيز وكوكيز، ورد، هدايا بقى اللي هي الجميله دي، الحاجات الحلوه دي يا حميده. انا بقى كحميده الجفت اللي جات لي هي ايه؟ فسيخ ورنجة. فسيخ ورنجة من صفحة بصراحة حميدة الريحة مش قادر. فسيخ وبطارخ، تمام. هي دي بيج بتجيب الفسيخ بتاعها منين؟ من نبارو. نبارو ديت اعتقد اكتر قرية مشهورة انها بتعمل فسيخ في مصر كلها. هي اصلا الست من نبارو وعاملة بقى بروجكت صغير كده تجيب فسيخ ورنجة. هنشوف الاسعار وهنشوف الاكل عامل ايه، وبقول لك ايه، ادخل شوف ايه بقى اللي جالنا النهارده يا جماعة. جالنا بقى ايه؟ دي بطارخ مخلية مرملة، دي بطارخ ناعمة، ديت رنجة بالبطارخ بتاعتها، سردين، فسيخ، سلطه بطارخ مرمله، فسيخ مخلي، وبصل السماق دوت، قصدي بصل مخلل معلش، واحنا اللي جبنا العيش والبصل الاخضر دوت والجرجير. ما اعرفش مصطفى هو اللي صمم يجيب جرجير، بس انا ما باكلهاش بجرجير. هي الاكل يعني يتاكل بجرجير يا عم انت عمرك اكلتها قبل كده؟ يعني ساعات كنت باكل رنجه. تعالى بقى ندوق كده، نبدا بايه؟ بس انا ممكن ادخل ما اعرفش اخرج. انت لابس كمامه مصطفى؟ طب ينفع ثانيه بس يا جماعه اوريكم شكل مصطفى قبل ما ابدا؟ ده مصطفى تمام. هو كان مش قادر يستحمل، الريحه مش قادر. شايفين بيتعب ازاي عشان الشغل. انا طبعا مستمتع يعني. انت مبسوط قوي. نبدا يا باشا بربع بطارخ مرمله ب 60 جنيه. انت يا باشا هنا البيج ديت، انا هسيب لينك البيج، تروحوا تطلبوا بتجيلكوا تاني يوم المفروض، وبتوصل في القاهره والجيزه كلها. بطارخ مرمله مش اسمها فسيخ وبطارخ يعني. بص شكل البطارخ عامله ازاي. ايوه مرمله كلها كده، هي عاملاها سلطه وحاطه معاها طحينه وبتاع. تروح واخد القطمه دي. لا ناخد موت يا الحاج موت. ناخد قطمه اكبر كده نملاها كلها. ايوه تمام. وقد بدأت المعركة. وقد بدأت المعركة. بص انا هقول لك بقى ايه، باكل من البطارخ، باكل من الرنجة، باكل من البطارخ الناعمه والبطارخ اللي هي مرمله. ايوه. وانهي بالفسيخ عشان لما بخش بالفسيخ ما بقدرش ارجع لاي حاجه ثانيه. تعالى بص، هي خاليه كمان الرنجة خالص. كيلو الرنجة المبطرخه ب 65 جنيه، ولو عايزها مخليه وبتاع بتزود 10 جنيه. تاخد بقى ايه الرنجة دي كده. ايوه. وحاطين عليها شويه البصل ده كده. والبصل دوت بتعمل اللي هي البرطمان ب 20 جنيه. ناخد عليه حته ما يضرش. تمام. وننزله في ايه؟ في شويه الزيت اللي هو تبع الايه الفسيخ ده. انا الاكله دي بحبها قوي. حته بطارخ ناعمه، حته رنجه، حته بطارخ مرمله، شويه بصل، حته ليمون. ماشي. بغمسهم في الزيت بقى بتاع البطارخ المرمله، وتاخد قطمه منها كده. روح واخد دي كده. ناقصك حاجه يا حميد. ايه؟ بيبسي دايت. الاكله دي بقى لو اكلت معاها بيبسي هتموت من العطش بعدها. انت تخلصها عادي، وتشرب احنا مش لك في رمضان يعني. انا ممكن اتسحر، اقسم بالله مرات سحرت فسيخ. لا انت حاجه صعبه قوي يا حميد. بص بقى، انا عندي فكره في الرنجه والفسيخ. انا ما بحبش الحاجات دي تبقى مملحه قوي لان ما بعرفش ادوس فيها جامد. الميزه بقى هنا ان الحاجات كلها دلع، يعني مفيش حته الحدوقه الزياده عن اللزوم ديت اللي تخليك مش قادر من كتر الملح. انت نفسك تاكل بس مش قادر. ما بحب اكلها يا اما بعيش شامي يا اما بعيش بلدي معمول. انت بتعمل وشك كده ليه؟ لا حلوه ما تحورش. مخرطه قوي. هي مخرزه دي عشان البطارخ. عامل لك بقى حته بطارخ ناعمه. لا مش عايز، كفايه. حته بطروخ ناعم كده تغمسها في المرمل. الفيديو ده لاصحاب القلوب القويه، يعني واحد قلبه ضعيف ما يتفرجش. اعذروني يا بنات، اعذروني يا اولاد اللي ما بتحبوش الحاجات دي، بس فايتكم كتير. بص شكل الرنج اصلا عامل ازاي. بس سلطه البطارخ دي جامده قوي. يعني ده الكيلو 65 وده الربع ب 60 اللي هو الطبق ده. مبسوط قوي. بص بقى، كيلو فسيخ لو هتقسمه على 3 حبات ب 175. لو هتاخده اللي هي السمكيه الواحده تبقى نص كيلو يبقى ب 190. لو عايز تاخده بقى مخلي زي ده بتزود 15 جنيه. فانا اعتقد اسعار حلوه. بقى ايه عامله لنا سمكه ونبارو دي يا جدعان اشهر قريه بتعمل فسيخ. اعتقد هي في كفر الشيخ، ولو غلط صححوا لي معلوماتي يعني. بس هي كفر الشيخ معروفه بالاسماك. وادي بقى بص الفسيخ ده مربى يا ريس. تمسك كده تفتح. بص جميل قوي. انت لما فتحته طلع حته ريحه. يا لهوي. اقول لك على حاجه مصطفى، الفسيخ ده احلى من الرنجه اساسا. يا ابني في ريحه عطن. عطن. والله انت ما تفهم حاجه. تروح واخد عليها حته البصله كده، اعملها رول زي سندوتش الشاورما بالظبط. عصر عليها ليمون، تغمسها بزيت الفسيخ برضو.
نضيف قوي والله. مش عارف ازاي تقول على سمك يعني احنا بناكل سوشي، ده سوشي مصري. اليابانيين احسن مننا في حاجه؟ لا يا حميده، ريحتهم يمكن احلى شويه. يمكن تقريبا. ناخد حته من نخلي، ده بيبقى النخل. الريحه كلها بقى، الروايح هنا بقى كلها بقى. الاكله دي تحب العيش، يعني انت عايز تاكلها تجيب لك مثلا ب 30 جنيه عيش لوحدك. لا ده مش مزاجي، انا مزاجي كلب مشوي محطوط روستد كده في الفرن بعد ما يخلص يعني. ده ما مزاج. تقارنش ده ما تبقاش شعب يا مصطفى. حاضر يا حميد، وده اللي فيلم عسل اسود لما قالوا لا انا مزاجي كلب منفوخ واكل في الاخر ارجع. نفخ. ده اللي هو البطروخه الناعمه. البطروخه الناعمه دي برضه بتتباع بالكيلو. ربع بطارخ ناعمه ده ب 45 جنيه، ربع بطارخ مرمله ب 60 جنيه، سلطه رنجه بالبطارخ ب 45 جنيه. دي جامده برضه. هو في سردين هنا بس انا ما بحبوش قوي السردين ده بصراحه. ملوش ريحه كده، ريحته حلوه، غريب، حاجه غريبه كده. طب خلاص انا هاكله بس بقى انا هجرب. يا عم ريحته ضعيفه، ده مش ريحته مش فايحه كده. بكام السردين ده يا ريس؟ كيلو سردين ب 100 جنيه. ناخد كده حته ايه سردينه. ايوه. طب زيت السردين ودي عليها شويه بصل من بتاعها. البصل بتاعها برضو حلو بس عارف مش حامي قوي. انا يعني احب البصل الحامي. بصل مسكر شويه. عشان بتنقع كتير في الخل. مش كيفي بتاعه لانه مش حادق قوي، بس انا ما بحبوش. بحب يابا حته الفسيخ. حته الفسيخه كده طلع منها الريحه المعطنه. كلها. معرفش الناس عشان الاكله دي تحفه اقسم بالله يا جدعان. تغمسها في شويه الزيت اللي هو اللي ايه محطوط فيها البصل تاني. هو الفيديو ده للتجويع اعتقد. ايه يا عم ده؟ تاكل من ده وتحلي بده، تاكل من ده وتحلي بده، تزهق من دول تبتدي تخش في البطارخ الناعمه، تزهق من كل ده تخش في البطارخ انت عندك حاجه حلوه ولا ما عندكش حاجه حلوه عشان نعمل كده ننزل اي حاجه حلوه تاكلها، فاهم؟ طب يلا خد فسيخ. لا فسيخ ايه؟ لا مربى يا ريس، مش عايز فسيخ. لا طب تقيم يا حميده التجربه. اقيم يا باشا، اقيم قوي. بس اخد اخر قطمه. خد اخر قطمه. انا كده هكمل. اصل الاكل دي انت ممكن تقعد تاكل فيها مثلا ساعه. كمل انت، انا اخش انا الاوضه جوه واقعد انا على اللاب. هتقعد تاكل معايا فسيخ. مش هاكل معاك حاجه. انا الجرجير اللي انت جايبه ده ممكن نعمل بيه ايه برضه؟ الجرجير ده بقى يهدي الدنيا، فاهم؟ يهدي وكل حاجه بقى. مش فاهم. جفت فسيخ ورنج. احلى الجفتات اللي جت لي في حياتي. احلى الجفتات فعلا والله. فود بلوجرز كلهم بيجي لهم كافيهات، بيجي لهم شاي، بيجي لهم شوكولاتات، بوكسات هديه، حلويات، فسيخ ورنجه. والله العظيم من اكتر الريفيوز اللي مستمتع فيها في حياتي. اهم حاجه انت مبسوط يا حميد، انت مبسوط؟ انا مستمتع استمتاع. خلاص زي الفل. مبسوط قوي بجد. تعرف بقى لفت ناقصها ايه؟ ايه؟ طحينه. هي بقى لو طبق كمان طحينه معاها. وتروح واخد مثلا ايه حته الرنجه. ايوه. مع البطارخ. ايوه. وتروح مغمسها في الزيت ده بتاع حد البطارخ. بيخبط فتح هيغمى عليه. لو فتح الباب هيغمى عليه. تاكلوا ايه جوه؟ انتوا قاتلين واحد جوه ولا ايه؟ لا بس والله الحاجه نظيفه قوي يعني. بص انا هقول لك على حاجه. احنا البيج ديت اسمها فسيخ وبطارخ، دي بتاعت ام كده جميله. هي عامله بروجكت صغير بتساعد بقى بين ولادها وبتاع وبتظبطهم وكده. هو ده البروجكت بتاعها. هي اساسا اهلها كلها من نبارو اللي هي اهل الصنعه دي. انا بالنسبه لي الحاجه كلها والله العظيم نظيفه قوي وكواليتي عالي والريحه حلوه يعني مش عارف اقول لك الريحه حلوه ازاي. بس هي الريحه حلوه بالنسبه للاكل ده يعني، فاهم؟ حتى شكل الحاجه كده تحسه محترم ونظيف وكل حاجه جميله. ومن الاكلات المحببه الى قلبي قوي الفسيخ والرنجه يعني. وبالذات الفسيخ يعني لما باكل مثلا فسيخ ورنجه لا هاكل فسيخ اكتر. لما باكل رنجه لوحدها باكلها بقى ده عادي. ومش لازم نكون في شم النسيم عشان ناكل الاكله دي يعني. ما ينفعش تبقى يوم واحد في السنه، محتاجين تبقى يوم واحد في الشهر. فهسيب لكم النمر وهسيب لكم الحته اللي انتوا تطلبوا منها. يا جماعه لو عندكم جيفتس من ديت انا مرحب جدا. لا انا مش مرحب خالص. انا مرحب ومصطفى مرحب. انا مش مرحب. وناخد اخر قطمه. بس قبل ما اخد اخر قطمه اقول لك على حاجه واحده بس. ايه؟ اقفل بقى يا مصطفى. ما خدت المساحه. انا هقفل انا.